يقال في المثل الشعبي اتقي شر الحليم إذا غضب، لكن من مكاني ده أحب أقولك إن المثل ده متحرف، وإن ما كانش قصدهم الحليم لكن كان قصدهم الحريم، فلازم يتقال اتقي شر الحريم إذا غضب. موضوعنا النهاردة عن أكبر مؤامرة نسائية في التاريخ، وهي مؤامرة الحريم ضد الملك رمسيس الثالث. قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب علشان ده هيساعدنا كتير. ويلا بينا نبدأ حلقة. سنة 1881 تم اكتشاف المومياء الصارخة في مقبرة في الدير البحري في محافظة الأقصر، واللي اكتشفها العالم الفرنسي جاستن ماسبيرو. الحقيقة إن إحنا عندنا 2 من المومياوات اللي تم اكتشافهم وهم فاتحين بقهم وكأنهم بيصرخوا أثناء موتهم، علشان كده تم إطلاق عليهم اسم المومياء الصارخة. المومياء الأولى لأميرة فرعونية والتانية لأمير فرعوني، وكل واحدة من المومياوات دول ليها حكاية مختلفة عن المومياء التانية. وخلينا نبدأ بمومياء الأميرة الأول، واللي هي اسمها ميرت أمون، اللي هي بنت الملك سقن رع، وده أول ملك حارب الهكسوس. الحقيقة إن المصريين القدماء كان عندهم طريقة معينة في التحنيط، وخاصة تحنيط النساء، وده طبعا عن طريق جعل الجسد مستقيم والفم مغلق. لكن لما اكتشفوا مومياء الأميرة ميرت ما كانش الوضع كده أبدا، كانت الساق منحنية والرأس مائلة، والأغرب إن بقها كان مفتوح وكأنها بتصرخ أثناء موتها، وده اللي حير العلماء والعالم وقتها، وبدأوا يتساءلوا ليه الأميرة دي كانت بتصرخ وليه ما اتحنطتش زي باقي النساء. عالم الآثار المصري ووزيرها الأسبق الدكتور زاهي حواس أعلن عن حل لغز مومياء المرأة الصارخة، وده باستخدام جهاز الأشعة المقطعية، واللي أكد إصابتها بتصلب شديد في شرايين القلب التاجية، وكذلك شرايين الرقبة وشرايين الأبهر البطني، وكذلك شرايين الطرفين السفليين والساقين. ده اللي بدوره أدى لتلف عضلة القلب، واللي طبعا ادى لوفاه الاميره المصريه بنوبه قلبيه مفاجئه. علشان كده الوضعيه اللي لقوها بيها كانت بتقول ان هي اتألمت الم شديد اثناء موتها، ومحدش قدر يسمعها او يساعدها، وبالتالي ماتت على نفس الوضعيه اللي اتحنطت بيها، وفضلت فتره ميته بدون ما حد يلاحظها. علشان كده اثناء التحنيط اتصلب بقها وجسمها وفضلت على نفس الوضعيه، والمحنطين ما قدروش انهم يقفلوا بقها او يعدلوا وضعيه جسمها. خلينا بقى ندخل في القصه الثانيه، وهي دي القصة المهمة بالنسبة لنا، وهي قصة مومياء الأمير الصارخة. داخل خبيئة الدير البحري الملكية تم العثور على مومياء الرجل الصارخ، واللي أثبتت الدراسات الحديثة بالأشعة المقطعية واختبار الحمض النووي اللي أجراها نفس الفريق العلمي للمشروع المصري للمومياء على إنها بتعود للأمير بنتاور ابن الملك رمسيس الثالث. قبل ما أحكي لك قصة المومياء دي عايز أقول لك عن شوية حاجات مهمين. من أهم الطرق اللي كان بيتبعها المصريين القدماء في التحنيط هي لف الجثة بالكتان، لكن مومياء الأمير الصارخ كانت مختلفة. المومياء دي كانت ملفوفة بجلد الماعز، وده اللي بيشير لاعتباره نجسا. عند المصريين القدماء اللي كان بيتم لف جسمه بجلد الماعز أثناء التحنيط فهو يعتبر ملعون، لأن الماعز عند المصريين القدماء كان يعتبر عدو من أعداء إله الشمس رع، وده اللي معناه إن الأمير عمل خطيئة كبيرة، علشان كده تم لفه بجلد الماعز بدلا من الكتان. طيب إيه الحكاية وإيه الخطيئة اللي ممكن يكون عملها الأمير بنتاور اللي تخليهم يلفوه او يعاملوه اثناء موته بالطريقه دي؟ الحقيقه ان العلماء لما اكتشفوا مومياء الامير بنتاور ما كانش لوحده، بل ان كان معاه مومياء تانية، وهي مومياء ابوه الملك رمسيس الثالث، وهي دي اللي كشفت الحكايه كلها. لما تم عمل اشعه لمومياء رمسيس الثالث اكتشفوا ان مات في سن 60 سنه، وما ماتش بطريقه عاديه، بل ان تم طعنه طعنه حاده عند رقبته، وده اللي بيعني ان الملك رمسيس الثالث مات مقتول. ولما تم البحث من العلماء اكتشفوا حاجه مهمه جدا، برديه فرعونيه تدعى مؤامره الحريم. ايوه زي ما بقول لك كده، مؤامرة الحريم، واللي كشفت عن تورط ابنه الأمير بنتاور في قتل، وكشفت كمان كل تفاصيل القصة. الملك رمسيس الثالث كان متجوز 2، الأولى هي الملكة تيتي ودي اللي خلف منها رمسيس الرابع، اما التانية هي الملكة تاي واللي خلف منها بنتاور اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. لما وصل سن الملك رمسيس الثالث 60 سنة قرر انه يكتب وصيته، وهي ان اللي يتولى الحكم بعده الامير رمسيس الرابع ابن الملكة تيتي. اعتقد كده بقى انك بدأت تفهم. طبعا ده ما عجبش الملكة تاي لانها كانت شايفة ان ابنها الامير بنتاور هو الاولى بالحكم، وده بسبب انه كان محارب قوي وكل القادة بيشهدوا له بكده.
يا حاجة ما هو الموضوع مش مجرد محارب قوي، الموضوع عايز قائد قوي. المهم الملكة تاي ما عجبهاش الوضع ده خالص، ومن هنا بدأت تدبر مكيدة للملك رمسيس الثالث وقررت اغتياله. قامت الملكة وقتها بمحاولة انقلاب عسكري على الملك رمسيس الثالث، واستعانت وقتها ببعض القادة العسكريين وبعض السحرة ونساء القصر اللي كان منهم طبعا زوجات ليه لكن مش ملكات. وبدأت الملكة تاي بتحريضهم على قتل الملك، وكمان كانت بتحرض ابنها بنطاور على قتل ابوه، وقالت له ان لازم ان هو اللي يقتل ابوه علشان اسمه يتخلد في التاريخ بانه هو اللي قضى على الشر، وكمان الشعب يخاف منه. ويقال ان بالفعل دخل الامير بنطاور على والده حجرته وهو نايم وقتله بطعنه نافذه في رقبته. الحقيقه ان على الرغم من ان الملك رمسيس الثالث كان ليه اعداء كتير، إلا إن كان ليه حلفاء برضه، وقاموا بالقبض على الأمير بنطاور. بعد فحص مومياء الأمير بنطاور الصارخة وجد العلماء إن في طبقات مضغوطة من الجلد وتجاعيد غريبة حوالين رقبته، وكمان انتفاخ في منطقة الصدر. وقال العلماء إن الأمير أجبر على الانتحار شنقا عقابا ليه على قتل أبوه، وطبعا ده اللي بيفسر لينا سبب فتح بقه أثناء موته، وكمان ليه المصريين القدماء اعتبروه ملعون ولفوا جسمه بجلد الماعز بدلا من الكتان، لأن ده بيعتبروه عقاب ليه وإن مصيره هيكون الجحيم في الحياة الأخرى. وإلى الآن ما تمش معرفة مصير الملكة تاي ونساء القصر اللي شاركوا معاها في المؤامرة دي، علشان تكون مؤامرة الحريم دي هي أشهر مؤامرة حصلت في التاريخ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل إعجاب وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.